اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل وصباح الورد على عيونكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بطريقة لحمة مسلوقة خطيرة خطيرة خطيرة. إن شاء الله إن شاء الله لما تجربي الوصفة بتاعتي مش هتعمليها إلا بيها. هنحط الحلة على النار وتحطي معلقة سمنة أو معلقة زيت، شوفي انتي بتحبي ايه واعمليها، مش بأيدك في حاجة. وهنا حطينا مستك أو حبهان ورق لورا وبصلاية واحدة، وهنشوح بقى ايه اللحمة لحد ما تاخد لون ولونها يغير. هنحط معاها رشة فلفل صغير، رشة صغيرة خالص علشان الشوربة ما تغمقش مننا، بتديها طعم. والله حبة حبة مش حبة، بس هي دي التركاية اللي بتخلي الشوربة تحفة وبتوديها في حتة تانية خالص. هنشوحها لحد ما تنزل ميتها ولونها يتغير. هنا اللحمة اخدت لون واتشوحت ونزلت ميتها. هننزل عليها بقى ايه بالميه السخنه، لازم تكون طبعا ميه سخنه. ليه؟ علشان ما تشدش معانا. انزل عليها بالميه المغليه. طبعا مش بحط ملح الوقت خالص، غير لما تدخل في السوا بنحط الملح بتاعنا. هنا بنزل عليها بالميه السخنه من الكتل، او اغلي ميه عادي على البوتاجاز زي ما تحبي. وهنحط بقى ايه مع الميه مع اللحمه إيه رشه سكر، نص معلقه سكر. دي بتسرع عمليه السلق، ما بتخليش اللحمه تطول في السليق يعني. هي نص معلقه سكر بس اللي بنحطها، بس مش هتحسي بطعم السكر ولا اي حاجه، دي هي نص معلقه بتخليها تستوي. هنا هنعمل معاكم صينيه البطاطس. طبعا كلنا بنعرف نعمل البطاطس. انا بقطع البصل جوانح كده وزي ما تحبي حسب راحتك، تقطعها بالطريقه اللي انت تحبيها. قطع بصلتين كده كويسين كبار. البصل ده بيدي لصينيه البطاطس تسكيره حلوه. وبقطع عليها قرن فلفل اخضر، عايزه تحطي قرن شطه سبايسي براحتك برضو، تبع راحتك وتبع ايه الاولاد عندك. انا هنا حطيت قرن فلفل اخضر، قطعته كده تقطيع عشوائي عادي. وبقطع البطاطس شرايح. انا عايزاكم بس تجربوا اللحمه دي، خطيره خطيره خطيره. في ناس ما بتحبش تشوحها على طول وبتغليها وتكب ميتها، لا بس دي بصراحه تحفه، وبشوربتها بتبقى تحفه تحفه تحفه. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هنا هحط بقى البهارات ايه، فلفل وملح وكمون ونص معلقه توم مفروم. انا هنا بحب اكتر الكمون، يعني بعمل حوالي معلقه كبيره تديلها طعم تحفه. وبعمل قطعه ماجي بفوطها كده وشويه زيت وبحطها على النار عقبال ما الطماطم تتعصر وتتصفى. اهي شوفوا هي هنا كانت اخدت تشويحه كده من تحت، قمت حاطه فوقها ايه الطماطم، وهسيبها بقى ايه تستوي براحتها على النار. بديها تقليبه كده عشان البهارات بس، وهوطي عليها واسيبها تعيش حياتها بقى. هنا غطا الحله طلع صغير. هنا اللحمه بقى بوريها لكم بعد ما غلت. هنشيل الفيم من عليها، بس هي بسم الله ما شاء الله هي مش مطلعه فيم يعني، لان احنا ايه اديناها تشويحه وحطينا عليها ميه مغليه. الفيم اللي طلع منها حاجه بسيطه جدا. طبعا كل ده احنا لسه محطناش الملح. هنا بقى خلاص اللحمه كانت استوت، وبشيلها من الشوربه بقى، وبشيل ايه بقى اللورة والحاجات اللي هي ايه اللي باينه، والبصلايه والكلام ده. طبعا البصلايه اتهرت.
حطيت اللحمه في صينيه البطاطس عشان ايه نحمرها في الفرن. صينيه البطاطس كانت طالعه خطيره خطيره خطيره، تحفه. وفص الثوم المهروس اللي بتحطيه معاها بيديها طعم تحفه بجد. هندخل بقى صينيه البطاطس الفرن، احط على الوش نقطه زيت كده، معلقه زيت، وهدخلها الفرن. وهنا الاكل بقى خلاص، ده الشكل النهائي للاكل بتاعنا. اتفضلوا يا حبايبي معايا والله. اللحمه دايبه دوب متحمره في صينيه البطاطس، خطيره خطيره خطيره. طبعا انا دقت حته اللحمه دي. مستنيه رايكم يا حبايب قلبي، وقولوا لي عايزين مني ايه الفيديو الجاي، ان شاء الله اعمله لكم. باي باي.